طيب النهارده انا هجرب الاكل السوداني لاول مره في حياتي. يعني انا دلوقتي يا جدعان موجود في شارع فيصل، المكان ده مليان محلات سودانيه، فاحنا اول حاجه بقى نعملها وهي الفطار السوداني. وانا الصراحه مش عارف الفطار السوداني بقى مختلف عن بتاعنا في ايه، بس تعالوا نشوف. انا جبت من عندهم يا جدعان سندوتش فلافل. يعني بص الفلفلات تحس ان هي شبه الدونة. العيش نفسه بتاعهم ملحم شويه عن العيش بتاعنا برضو، تصدق مختلفه خالص عن الفلافل بتاعتنا، برغم ان هي فلافل فول عاديه فيها تتبيله كده بس لذيذه كده. اول حاجه بقى معانا اعتمدناها، تعالوا نلف شويه ونخش على الغدا. واول مطعم معانا يا جدعان هو اسمه هاي زنجنه للاجاشي. فمن الواضح كده ان هاي زنجنه ده اسم المطعم والاجاشي دي اكله، فاحنا نطلب الاجاشي دي ونشوفها عباره عن ايه. قد استلمنا الاوردر. تعالوا بقى ايه ندور على كافيه سوداني نجرب في الاكل، وبعدين نخش على المطعم اللي بعده. واللذيذ يا جدعان ان انا اكتشفت ان الكركديه ده مشروب يعني مشروب بيشربوه في السودان وبتاع. يعني هنا تحس ان هو مركز قوي. وانا جايب من الاجاشي ده حاجتين، لحمه وفراخ. كان في منه سمك بس للاسف ما كانش موجود في المطعم، فانا بقى ايه جبت من الاجاشي اللحمه ده سندوتش فينو. ايه ده؟ هو مش ده لحمه؟ ايه ده؟ بص هو انا يعني لما سالتهم على الاجاشي ده عموما قالوا لي ان هو حاجه شبه الشيش، في بصل في شطه محطوطه ماشي. الحاجه فيها الدقه بتاعت الكبده ما اعرفش ازاي. لحمه دايب عليها بريدنج من بره مش شبه البريدنج بتاع البانيه، بس بقى اللي خادم التجربه دي كلها عموما هي الشطه المحطوطه. للاسف الشديد تالت مكان معانا يا جدعان طلع قافل، هو كان اسمه حاجه سماره كده، كان ده بيعمل قهوه جبنه ما اعرفش